شاهد شاهد من أهلها رئيس لجنة الحكام بريرة. هدف الزمالك باطل باطل باطل. خلاص، رئيس لجنة الحكام هو اللي قال، مش الأهلاوية. هو اللي طلع وقال اللي إبراهيم نور الدين حكم فاشل. أقسم بالله محمد عادل حكم فاشل. كل اللي طقم الحكام اللي جه كان ضد النادي الأهلي. مش احنا اللي اتكلمنا وقلنا، ده واحد منكم اللي مشغلكم هو اللي طلع قال هدف الزمالك فاول. ومش هدف الزمالك بس اللي فاول، كل الفاولات اللي كانت على النادي الاهلي كلها ما كانتش تستحق. بس احنا خلاص عديناها، وعشان تفرحوا وعشان تهللوا بدل ما يحصل لكم حاجه احنا رضينا، عشان بدل ما الزملكاويه جمهور واداره ولاعيبه يحصل لهم حاجه. وانتوا عارفين كان هيحصل لكم ايه لو الاهلي كسب او اتعادل معاكم. الاهلي اللي ناقصه تيم كامل، فرقه كامله من الشناوي لغايه راس الحربه بيرسي تاو، لحسين الشحات لامام عاشور، لكل الفرقه لمروان عطيه. مفيش حد في الاهلي كان سليم. ومش عارفين تكسبونا اللي بلموا الكور. سرقه الكور دي كانت حاجه صعبه، حاجه صعبه. اللي طالعين يوقفوا مين؟ ميلا بتاع اوضه الملابس 4 ماتشات ومش عارف التاني ماتشين، والعيال الصغيره دي مش هيجيبوا لها الشوكولاته قبل الماتش. والله العيال الصغيره اللي كانت بتلم الكور دي كانوا واخدين شوكولاته. قال لهم لو كسبنا واخر 5 6 دقايق خدوا الكور واهبقهم. والله يا جماعه هو ده الشغل الزملكاوي، هو ده الشغل اللي نادي الزمالك مربي الاجيال بتاعته عليه. ضد النادي الاهلي يعملوا اي حاجه عشان مش عارفين يعملوا حاجه. عشان النادي الاهلي ما بيكسبنا ماتش هم بيكسبونا هم يكسبونا ماتش احنا نكسبهم 10. بس المره دي يمين الله الفلنات اللي جمهور الزمالك بيها ومشي بعد الماتش في الشوارع دي هنقلعها لهم تاني. احنا اهو خسرانين اهو، وكل الالوان يا باتيستا ما بيهمناش. احنا جمهور الاهلي احنا اهو بنتغلب من اي حد، بنمشي بفلنات. مش اما نتغلب بنستخبى زي القطط والفيران في البيوت. وانتوا عارفين بيتقفل عليكم ازاي. اللي يخلي مراته تقفل عليه بقفل، اللي يخلي مراته يقفل عليه بجنزير، اللي يخلي مراته تقفل عليه ببوابه، هو ده كان اخركم. لكن انتوا تقولوا كلمه حق ما بتقولوهاش. اقسم بالله انتوا ناس ظالمه. اقسم بالله كل المنظومه اللي ضد النادي الاهلي دي، ده الاعلام كله يا عم، الاعلام كله ما صدق النادي الاهلي اتغلب، ولا سيف زاهر ولا رضا عبد العال ولا الشله دي كلها. حتى ابراهيم نور الدين اللي مش عارف يتكلم كلمه ولا عارف يحكم ماتش، طلع بيقول لك هو انا بطل في ماتش العاشر والتاسع. لا يا اخويا، ده احنا هنخليها لك ماتش نهائي بقى كاس عالم وكل الانديه. صح ولا لا؟ والله العظيم الكره بتاعتنا ما هتصلح حالها عشان ما فيش عدل. اقسم بالله ما في عدل، ولا في حكام ولا في ادارات ولا في لعيبه. كل الحاجه الوحيده اللي منظومه ماشيه عليها دوس على النادي الاهلي واكسره. هو النادي الاهلي مش شايف الا نفسه؟ الغل ملا القلوب بتاع كل الانديه، كل الرؤساء، كل واحد ضد النادي الاهلي. وحسين لبيب اللي الصالح ده يا كابتن، حسين لبيب عندك 70 سنه، انت واحمد سليمان النائب بتاعك طالعين تقولوا الفلوس الحلال اهي. شغل ايه يا جماعه؟ شغل سيما. هم واخدين على الشغل ده، هم واخدين على الشغل ده، وبامر الله بدون مقاطعه. الجايات اكتر من رايحات، وبامر الله بدون مقاطعه. الماتش من عندكم اللي كسبته لنا هنرد 10، والايام بينا والفيديوهات بينا، وسجل، واللي يشوف في حاجه يسجلها لي. بس انا بقول مبروك لبعض جمهور الزمالك، الناس الكبيره المحترمه، الناس الشباب المحترم، الشباب المحترم، مش الشباب اللي مش عارف حاجه في الكوره ونازل الشارع يتكلم ونازل يخبط. ده انت فريقك مش ناقص حد وما لعبتوش كوره، كنت بتشلتوا الكوره لسيف الجزيري. والله الزمالك الشوط الثاني كان بيشلت الكوره عشان تروح ورا دفاع الزمالك، تشليت مش لعب. والكور الثاني فاول، وكور رئيس لجنه الحكام طلع على الفاول. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. رغم ده كله بحترف اللي مارسيل كولر هو صاحب الهزيمه، بحترف اللي مارسيل كولر متعالي على فرقه، بحترف اللي مارسيل كولر بيتعالى على تشكيل الفرقه، هو السبب. بعد اللعيبه منه، كنت في الاول اللعيبه كلها كانت مقربه منك، صدقني قرب اللعيبه، اوعى تخلي لعيب يبعد عنك يا كولر، عشان الفتره اللي جايه خلاص ما عادش فيه كلام. فاضل على الخطوه 2 بامر الله، نخلص يوم السبت في مباراه الذهاب في مازيمبي، ونيجي هنا نلعب في ارضنا ونلعب النهائي.
النهائي افريقيا اللي هيبقى في مصر، اللي هيبقى في مصر يا لعيبه الاهلي. واتمنى عوده النجوم بالشناوي بعاشور بكله، اتمنى عودتهم عشان نقفل البون دي، نقفل اللسنه البطله، اقسم بالله لسنه بطله وبامر الله بدون مقاطعه. اتمنى من ربنا اي واحد بيخش يشوف اخوه ابو يوسف الاهلاوي، اتمنى اللي هو ينزل يشترك معايا في القناه ويشير لنا يا عم عشان صوتنا يوصل بربنا وبيكم. السلام عليكم.